لو انا عندي طبقين سلطة، طبقين فيهم خضار، واحد حطيته في مكان بارد في التلاجة، وواحد حطيته في مكان دافي بره التلاجة، وجبت سنسورين حلوين كده، حطيت واحد في التلاجة وواحد بره التلاجة عشان اتأكد ان الرطوبة هنا هي الرطوبة هنا. حافظت على الرطوبة 70% في الاتنين. انهي طبق هينشف اسرع؟ انهي طبق الزرع اللي فيه هيدبل الاول لازم نعرف يعني ايه ال70% اللي احنا قسناها دي. السنسور ده بيقيس ايه بالظبط؟ السنسور بيقيس حاجة اسمها الرطوبة النسبية او ال RH. لو الهواء بتاع الأوضة اللي احنا حاطين فيه طبق السلطة ده محتاج مثلا كوباية مية زي دي تتبخر فيه علشان يبقى مشبع، علشان يبقى خلاص كده جاب اخره ما يقدرش يشيل بخار مية تاني، نبدأ مثلا نلاقي المية بتتكثف على الحيطان وبتنقط. فإن الرطوبة في الأوضة دي 70% معناه إن الهواء شايل قد 70% من الكوباية دي اوريدي في الهواء. يعني لو الكوباية دي مثلا 100 ملي مثلا، فالهواء شايل 70 ملي منها. تمام. لكن الرطوبة في التلاجة بقى اللي هي 70% برضو شايلة قد ايه؟ الهواء الساقع بيشيل كمية مية أقل. يعني بدل ما هتبقى الكوباية دي بتاعة الأوضة، هي هتبقى الكوباية دي بتاعة التلاجة. فهي 70% برضو، بس كمية المية بقى مش 70%، هتبقى ايه؟ مثلا الكوباية دي 10 ملي مثلا، فهتبقى شايلة 7 ملي مش 70 ملي. تمام؟ فاحنا كده عرفنا يعني ايه الرطوبة النسبية. الرطوبة النسبية هي نسبة المية اللي الهواء شايلها مقارنة باللي الهواء يقدر يشيلها عند نفس درجة الحرارة. طب الكلام ده معناه ايه بقى بالنسبة لطبق السلطة بتاعنا، بالنسبة للزرع بتاعنا؟ الزرع ما بيعرفش يشوف الرطوبة النسبية دي، مش هي دي اللي بتأثر عليه. تمام. الزرع بيشوف حاجة اسمها عجز الرطوبة او عجز البخار او الهيوميديتي ديفيسيت HD. ال HD ده هو كمية المية اللي تملى الكوباية، كمية المية اللي لو الهواء اخدها هيبقى متشبع. فاحنا مثلا الكوباية دي رطوبتها، الرطوبة النسبية ال RH 70%، والكوباية دي الرطوبة النسبية ليها 70% برضه. بس ال70% هنا محتاجين 30 ملي علشان تتملي وتبقى 100%، لكن ال70% هنا محتاجين 3 ملي بس. فهنقول ان الهواء السخن، الهواء الدافي اللي في الأوضة، عطشان أكتر، محتاج كمية مية أكبر علشان يرتوي. لكن الهواء اللي في التلاجة مش عطشان قوي، مش زي التاني، محتاج كمية مية أقل. ال HD ده هو ده اللي بيأثر على الزرع. عطش الهواء ده هو ده اللي بيأثر على الزرع، لأن الهواء العطشان ده بيقدر يشد مية أكتر وأسرع من الهواء اللي مش عطشان. فكل ما يكون الهواء محتاج كمية مية أكبر علشان يتشبع، كل ما هيقدر يسرق ده من الزرع، كل ما هيقدر ينشف الزرع. فخلينا بقى نتكلم من ناحية الصوبة. لو انت عندك 70% في صوبة دافية غير 70% في صوبة باردة، الصوبة الدافية دي هتمتص مية من الزرع أسرع من الصوبة الباردة. فعشان كده بنقول ان طبق الخضار اللي بره التلاجة ده هينشف اسرع من طبق الخضار اللي جوه التلاجة. طب احنا ليه بنستخدم ال RH؟ ليه ما بنستخدمش ال HD على طول؟ لان مفيش سنسورات بتقيس ال HD. السنسورات بتقيس ال RH وبعدين بنحولها، الكمبيوتر مثلا بتاع الصوبة بيحولها ويخليها HD. طيب في مصطلح تالت ال VPD او ال Vapor Pressure Deficit. ال VPD زي ال HD، يعني ال HD بيعلى ال VPD بيعلى، ال HD بينزل ال VPD بيعلى. هو ال VPD ده بيقيس ايه؟ النبات عايز يطرد المية اللي فيه لبره، البخار المية اللي فيه عايز يطرده بره، فبيزقه بقوة. من الناحية التانية البخار المية اللي موجود في الهواء هو برضو بيزق على النبات، بيضغط على النبات. فلما يكون الهواء فيه رطوبة أعلى بيقدر يضغط على النبات بقوة أكبر، فيبقى القوتين متقاربين، النبات بيزق والهواء بيزق، فيبقى الفرق بينهم قليل، ال VPD يبقى قليل. فده معناه إن الرطوبة عالية على النبات. والناحية التانية العكس صحيح، لو الهواء مفهوش رطوبة كفاية فما بيزقش على النبات بقوة كفاية، فالنبات قاعد بيخسر المية بتفلت منه، فيبقى كده بنسميها ان ال VPD عالي. فرق قوة ما بين الهواء بيضغطه مع اللي النبات بيضغطه فرق كبير قوي، فالنبات بيخسر المية بتاعته. طب ايه اللي بيحصل في الصوبة ساعتها؟ تلاقي مثلا النبات بدأ يدبل، الجذور مش ملاحقة انها تغذي الورق ده، الورق قاعد بيخسر في المية بتاعته، فيبدأ النبات يقفل الصغور علشان يحاول يحافظ على المية.
النبات بقى في وضعية النجاة. طبعا الصخور بتتقفل معناه ان مفيش تبادل غازات، مفيش بناء ضوئي، فالنبات مش هيقدر يعمل سكريات، مش هيقدر يعمل طاقة. بس هو كل اللي النبات مركز فيه ويصرف طاقته عليه هو ان هو ينجو من الوضع اللي هو فيه ده. الجذور مش ملاحقة انها تغذيه، فدي خسارة ليك كراجل مهندس زراعي. انت عندك بتخسر وقت، الزرع ما بينتجش فيه، ما بيعملش سكريات، وبتخسر طبعا الجودة بتاعت الاكل، وبيبقى النبات طبعا ضعيف قصاد الامراض. الناحية التانية بقى لو فرق الضغط ده قليل، يعني الهواء بيضغط بقوة زي ما النبات بيضغط، ده معناه ان النبات مش قادر يخسر مية، مش قادر ينتح، فبرضه المية جواه واقفة. الجذور بتزق من تحت بس مفيش مية بتطلع من فوق. فطبعا المية لما بتيجي من تحت وتتبخر وتنتح، المية دي بتيجي ومعاها الأملاح اللي بيتغذى عليها النبات، فده برضو وقت ضايع ومصاريف ضايعة ومفيش إنتاج. فأنت كده عرفت ال RH الرطوبة النسبية، اللي هي نسبة المية اللي شايلها الهواء مقابل المية اللي يقدر يشيلها الهواء. وعرفت ال HD، ال HD هي كمية المية اللي ناقصة علشان تملك كوباية، اللي ناقصة علشان الهواء يبقى مشبع. وال VPD هي فرق الضغط اللي بيضغطه النبات عشان يطرد البخار لبره من بخار المية اللي في الهواء علشان يمنع النبات ان هو يضخ المية لبره، فرق الضغط ده. وعندك حاجة كمان ال AH او ال Absolute Humidity، الرطوبة المطلقة، وده بقى مش كمية المية اللي فاضلة علشان نملك كوباية، ده كمية المية اللي موجودة. في مقولة بتقول ان المهندس الزراعي الكويس بيبص دايما على الرطوبة النسبية قبل ما ياخد قرار، والمهندس الزراعي الشاطر بيبص على ال HD، على ال Humidity Deficit، اللي هو قد ايه الهواء بيحتاج يشيل مية اكتر علشان يبقى مشبع، مش على الرطوبة النسبية، لان هو ده اللي بيأثر على الزرع. في بقى جروور تالت اشطر من ده ومن ده، ده الجروور اللي بيبص على الابسولوت هيوميديتي، ودي هنبقى نتكلم عليها في حلقة تانية ان شاء الله. فاحنا عندنا كمية المية اللي ناقصة دي ايه؟ ال HD. كمية المية اللي موجودة دي ال AH. نسبة المية اللي موجودة للكوباية كلها ده ال RH. فرق الضغط ال VPD. ان شاء الله تكون المعلومة وصلت، ولو عندك اي سؤال اكتبها لي في التعليقات تحت. انا حابب اشكر شركة دلفي انها بتدعم الفيديو ده. شركة دلفي شركة غنية عن التعريف، هي شركة هولندية بتشتغل في مجال الاستشارات الزراعية. لو انت عايز تبني مزرعة جديدة، او لو انت عندك مزرعة بالفعل بس عايز ارشاد، عايز تعرف تعمل ايه بحيث تعمل كل حاجة صح من اول مرة، شركة دلفي تقدر تعمل لك الكلام، تقدر تعمل لك دراسات جدوى، تقدر تحط لك SOPs، تقدر تدرب الناس اللي عندك. ولو انت طالب او مهندس ومحتاج تدريب في المجال، فده في صميم شغل دلفي. يعني الشعار بتاعهم بيقول we make growers better، يعني احنا بنعمل المزارعين او المهندسين الزراعيين احسن. فلو انت محتاج اي حاجة من شركة دلفي تقدر تكلمني على طول. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.